منيا كيفك؟ تمام الحمد لله. الحمد لله والشكر لله. انتوا سهيرة ليلة ما جات ولا شنو؟ ما شايفة في النادي. والله سهير دي الليله ما حتجي لانهم عندهم مناسبه بالله؟ ما شاء الله لكن تمام والله. لكن انا ملاحظه لك فتره كده انت مركز معاه في شنو؟ والله يا منيا اخي الزول ده انا عجباني شديد، خشت مزاجي، وانا الزول بخش اي ما بخليه صراحة كده. انت يا دكتور يوسف مش متزوج؟ وين المشكلة مش زوج مرتي؟ ده انا في البيت وانا زول بحاول اطلع افرج على نفسي وانفس شوية، ونحن كلنا كده المرة دي عندنا فوق العين والراس، لكن كمان المهارات الفردية دي واجبة. كده خلينا منك انت. طيب مش عارف انها هي متزوجه؟ دي ما عز الطلب. اول حاجة بنكون حريصين على بعض لان احنا ناس متزوجين وهنحافظ على بيوتنا عشان ما نخربها. طيب انت عارف سهير دي راجله منو؟ ما داير اعرف يا اختي، انا والله كيف اقول لك حاجة، انا بدي اعرفها واحبها بس. والله انا غايته شايفه احسن تسال وتعرف راجله منو من مصلحتك. والله العظيم دي غايته انا نصيحه وبقولها لك، لكن بعد ذاك انت وحنكك. نشوف الحنك بتاع منه.